بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة أخبار العالم. اليوم إن شاء الله تعالى لدينا نشرة إخبارية متميزة ومهمة جدا تتعلق بالشأن السياسي في ظل تغطيتنا المستمرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 100. إليكم عناوين نشرة الأخبار لهذا اليوم. لدينا الخبر الأول: 100 يوم على اختطافهم، تظاهرة ل24 ساعة قادمة في إسرائيل المطالبة بإعادة الرهائن. وننتقل إلى الخبر الثاني لهذا اليوم: بعد أيام من اغتياله، إسرائيل تعتقل شقيقتي صالح العاروري. ولدينا الخبر الثالث لهذا اليوم: بصاروخ مضاد للدبابات، مقتل امرأة وابنها في شمال إسرائيل. وننتقل إلى الخبر الرابع: وزارة الصحة في غزة تقول إن عدد الضحايا الغارات الإسرائيلية خلال 100 يوم من الحرب وصل إلى نحو 24 ألفا. وننتقل إلى الخبر الخامس والأخير في النشرة الإخبارية لهذا اليوم: كيف يبدو الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد 100 يوم من الحرب؟ ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. من العناوين إلى التفاصيل. لدينا الخبر الأول: 100 يوم على اختطافهم، تظاهرة ل24 ساعة قادمة في إسرائيل المطالبة بإعادة الرهائن. في تفاصيل هذا الخبر: انطلقت مساء السبت مسيرة في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، وفقا لما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، والتي أوضحت أن تلك التظاهرة ستستمر لمدة 24 ساعة لإحياء ذكرى مرور 100 يوم على اختطاف الرهائن في 7 أكتوبر. وقالت الصحيفة أن سياسيين من إسرائيل والعالم وسفراء أجانب وفنانين ورهائن سابقين شاركوا في ذلك الحدث. وفي مكان قريب من التظاهرة تم أيضا الكشف عن نفق أعيد بناؤه في ساحة بالمدينة، يهدف إلى إظهار محنة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة الفلسطيني المسيطر عليه من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى. ننتقل إلى الخبر الثاني لدينا لهذا اليوم: بعد أيام من اغتياله، إسرائيل تعتقل شقيقتي صالح العاروري. في تفاصيل الخبر: اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر الأحد شقيقتي القيادي في حركة حماس صالح العاروري الذي اغتيل بضربة جوية في لبنان نسبت إلى إسرائيل مطلع الشهر الجاري، كما أعلن الجيش ونادي الأسير الفلسطيني والعائلتان. وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير أماني سراحنا لوكالة فرانس بريس أن الجيش اعتقل دلال العاروري ذو 52 عاما من منزل والدتها في قرية عارورة شمال رام الله، وفاطمة العاروري ذو 47 عاما من منزلها في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. من جهته أوضح الجيش أن اعتقالهما يأتي بعد قيامهما بالتحريض على الإرهاب ضد دولة إسرائيل. وننتقل إلى الخبر الثالث لدينا لهذا اليوم: بصاروخ مضاد للدبابات، مقتل امرأة وابنها في شمال إسرائيل. في التفاصيل: قتلت امرأة مسنة وابنها الأربعيني من جراء هجوم بصاروخ مضاد للدبابات نفذه حزب الله على بلدة في شمال إسرائيل، بحسب ما أفادت صحف محلي الأحد. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مركز زيف الطبي أن باراك آيلون ذو 48 عاما قتل في الهجوم، وأن أمه ميرا ذو 76 عاما أصيبت بجروح بالغة قبل أن يعلن مقتلها. وأشارت الصحيفة إلى أن والد باراك أصيب أيضا في الحادث بعدما وقع الصاروخ على منزلهم في كفار يوفال، لكن إصابته خفيفة وقد نقل إلى المركز الطبي لتلقي العلاج. وقال الجيش الإسرائيلي تعليقا على هذه الحادثة أنه نفذ غارات على أهداف تابعة حزب الله في لبنان ردا على الهجوم. شكرا لحضراتكم على الاستمرار في الاستماع للنشر الإخبارية لهذا اليوم. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك الإعجاب التعليق المشاركة والمتابعة حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى الخبر الرابع لهذا اليوم:
وزارة الصحة في غزة تقول أن عدد الضحايا الغارات الإسرائيلية خلال 100 يوم من الحرب وصل إلى نحو 24 ألفا. في التفاصيل، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الجيش الإسرائيلي ارتكبت ما وصفته ب11 مجزرة راح ضحيتها 125 فلسطينيا خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى مقتل 337 شخصا من الكادر الصحي واعتقال 99 آخرين في ظروف قاسية. وأكدت الوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. كما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى 23,968 ضحية و60,582 جريحا. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في غزة منذ بدء الهجوم البري على القطاع إلى نحو 190 جنديا. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة. وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بحسب البيانات الرسمية إلى 522 عسكريا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، و188 منذ بدء العملية العسكرية البرية هناك. وننتقل إلى الخبر الخامس والأخير في النشرة الإخبارية لهذا اليوم: كيف يبدو الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد 100 يوم من الحرب. دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها 100 يوم الأحد، على الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في النزاع الذي أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة في قطاع غزة. وقال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إن جسامة الموت والدمار والتهجير والجوع والخسارة والحزن في الأيام 100 الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة. وأكد أيضا أن جيلا كاملا من أطفال غزة يعاني من صدمات نفسية مستمرة وحادة، والأمراض مستمرة في الانتشار، والمجاعة تلوح في الأفق. وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حماس. وشن الجيش الإسرائيلي بعد هجوم 7 أكتوبر تشرين الأول حملة قصف مدمرة وعملية برية معظم ضحاياها من النساء والفتية والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس، التي أعلنت السبت الارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى نحو 24 ألف ضحية وأكثر من 60 ألف جريح. وتشهد شبكة الإنترنت والاتصالات انقطاعا متكررا، ما يعمق مشكلة التواصل بين سكان القطاع. وتزيد موجة البرد والأمطار في المنطقة صعوبة الحياة اليومية للعائلات التي تخيم في ساحات خارجية للمدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1,900,000 أو نحو 85% من السكان اضطروا إلى مغادرة منازلهم وسط صعوبة توفير احتياجاتهم نظرا لتضرر البنية التحتية وعدم ملائمتها. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أقل من نصف المستشفيات في قطاع غزة تعمل جزئيا فقط. شكرا لكم على الاستماع للنشرة الإخبارية لهذا اليوم. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك، الإعجاب، التعليق، المشاركة والمتابعة حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى في ظل التغطية المستمرة للأحداث حول العالم. وشاركونا بآرائكم واقتراحاتكم في مربع التعليقات. شكرا لكم ودمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.